عايزك تتخيل نفسك معايا واقف في محطة قطر، شايف ناس كتير طالعة وشايف ناس كتير نازلة، وكل واحد فيهم رايح في طريق، وانت واقف مكانك ما بقيتش عارف ولا بقيت فاهم هتطلع اي قطر فيهم. بقيت بتحس ان حياتك واقفة مكانها ما بتتحركش. كل يوم بيعدي عليك هو عبارة عن نسخة من اليوم اللي كان قبله، امبارح زي النهاردة مفيش اي جديد. ولكن يا صديقي العزيز، ازاي تبدأ حياتك من الصفر؟ ازاي تتحرك خطوة بكل سهولة من غير ما تحس انك تايه او بدون ما تحس ان الوقت عمال يجري بيك؟ في الحلقة دي هنتكلم عن مشكلة بتهم اي حد وهنحلها نفسيا مع بعض، وفي الاخر هديك خطة عملية يا صديقي العزيز ما هتخرش المية تقدر تبدأ بيها من دلوقتي. عايزك تبدأ تتابع الحلقة كاملة، مشروبك المفضل، ويلا بينا. في واحد اسمه أندرو انفصل من شغل، مفيش فلوس، مفيش مستقبل، وحتى أهله يا صديقي الجميل بقوا شايفين إن هو شخص فاشل. أندرو كان ممكن يفضل في مكانه ويفضل في وظيفته زي أي حد، ولكن الشيء اللي عمله كان بسيط جدا. قرر كل يوم إن يكتب هدف واحد صغير وينفذه. اشتغل في مجال جديد وبقى عنده عادات مختلفة، وثقته في نفسه رجعت بشكل كبير جدا. الشخص ده ما عملش قفزة واو جدا في حياته، ولكن يا صديقي الجميل عمل خطوات بسيطة جدا وصغيرة وبدأ إن يمشي عليها. وبعد فترة الخطوات البسيطة دي اتحولت لعادات كبيرة جدا ونجحت بشكل كبير جدا في حياته، ونجحته بقى يا صديقي العزيز في شغله وعلاقاته وكل شيء. خليني اقول لك كده يا صديقي ايه اللي بيحصل في دماغنا اول ما نيجي نبدأ من الصفر. رقم واحد، دماغنا بتبدأ تخاف من المجهول، او انك تلاقي نفسك كده اول ما تيجي تعمل حاجة جديدة او تعمل مشروع او تعمل اي حاجة بتحس انك خايف من المستقبل، خايف من المجهول، خايف مش عارف ايه اللي هيحصل بكرة، خايف تفشل، خايف الناس تضحك عليك، خايف الناس تقول وتقول وتقول، خايف اخد قرار يطلع غلط. امور كتير جدا انت نفسك تاخد فيها خطوة بس للأسف خايف. وده لان دماغنا دايما بيحب الامان، بيحب يفضل في منطقة الراحة. اي حالة تغيير، اي حالة فيها شغل، اي حالة فيها مشروع جديد، اي قرار هتاخده في حياتك، دماغك بيبدأ يشوف ان القرار ده هيهدد منطقة الامان اللي هو متعود عليها. زي مثلا انت متعود على الشخص اللي موجود في حياتك انك دايما تهتم بيه، انك دايما تستحمل غضبه، انك دايما تستحمل كل شيء سلبي هو بيعمله معاك. ولكن فجأة لو جيت تقول لعقلك يلا ناخد قرار ونغير اللي بيحصل ده، عقلك هيبدأ يقول لك ايه؟ هيبدأ يجيب لك المواقف ان ممكن يروح لحد تاني، ان ممكن يعيش مع حد تاني، ان ممكن يكون سعيد مع حد تاني، ان ممكن. فانت نفسيا يا صديقي العزيز تبدأ تعمل ايه؟ تبدأ تستسلم وتفضل في منطقة الراحة، ما تحاولش تغير من نفسك ابدا. وهو ده اللي دماغك عايزاه. فاي قرار كبير انت هتاخده هيضرك. علشان كده يا صديقي الجميل لما تيجي تاخد اي قرار للتغيير، عقلك بيبدأ يقول لك ستوب، مكانك، ما تتحركش، مفيش تغيير ولا حاجة يا حبيبي، انت هتفضل زي ما انت. زي مثلا انت شاطر جدا في صناعة المحتوى، عندك الافكار، عندك المعدات، ولكن انت خايف انك تفشل، خايف انك تقف وتتكلم قدام الكاميرا. انا افتكر مرة حبيت اصور لنفسي اول فيديو، كنت طول الوقت متلخبط وطول الوقت عمال بعيد في كلامي، طريقتي وطريقة كلامي كانت مختلفة بشكل كبير جدا. وكل ده علشان عقلي كان عمال يصور لي طول الوقت مشاهد فارغة، ان الناس هتضحك عليا، لا انت هتفشل، محدش هيشوف الحلقة دي. والموضوع ده كان بيخليني طول الوقت اقعد شهور كتير ما صورش، لدرجة ان جه عليا فترة حسيت ان الموضوع ده او من رهبة الافكار اللي موجودة في دماغي ان بقى عندي عقدة ان اقف قدام الكاميرا، او بقى عندي عقدة ان ممكن اصور اي حاجة اصلا. ولكن يا صديقي العزيز مع الاستمرارية والعزيمة والارادة بقيت اصور حتى لو الفيديو ده هيطلع وحش، بقيت احاول اعدل في المونتاج لحد ما الموضوع اتحول لعادة. خلاص عقل اتعود عليها لدرجة ان تلقائيا ايدي بقت عارفة هي بتعمل ايه على الكيبورد لوحدها. انا كنت قاعد الاول الكيبورد ده بالنسبة لي على برامج المونتاج اللي بيقص، وايدي تبقى راحة هنا وايدي ترجع تبقى هنا وايدي مانيش عارف تعمل ايه، وعمال ابص للكيبورد. الفيديو لو اي حد بيمنتجه بياخد معاه ساعة، هو كان بياخد معايا 5-6 ساعات. مع الاستمرارية من فكرة صغيرة اتعودت، بقى الموضوع بالنسبة لي سهل جدا، ولوحدي من غير ما اتفرج على الكيبورد ومن غير ما اعمل اي حاجة ومن غير ما اشوف الفيديو كمان ممكن اقص الفيديو وممكن امنتج وممكن اعمل فيه اللي انا عايزه. مش بقول لك ان انا شاطر في المونتاج، ولكن بحاول احكي لك تجربة انت ممكن تستفاد منها وممكن تطور من نفسك في اي حاجة في حياتك. مفيش حاجة اسمها صعب، مفيش حاجة اسمها مستحيلة، مفيش حاجة اسمها انا هفشل، مفيش حاجة اسمها الناس هتضحك عليا. الناس لو هتضحك عليك وانت بتفشل فصدقني لو انت قعدت وما خدتش قرار وما فشلتش
فشلتش الناس هتضحك عليك 1000 مرة، الناس هتديك على دماغك، الناس هتشوفك سواء ناجح او فاشل هتتكلم عليك وهتضحك عليك سواء ناجح او فاشل. فلازم تفشل عشان تنجح، لازم تفشل عشان تتغير، لازم تفشل عشان صوتك وعلشان رياكشن بتاعك وعلشان شكلك وعلشان ستايلك وعلشان كل حاجة فيك تتغير للأحسن وتتطور للأفضل وللأحسن. فلو انت فضلت مستسلم لخوفك صدقني عمرك ما هتاخد خطوة لقدام وهتفضل طول عمرك وانت لسه مكانك. يبقى اي حاجة انا عايز اعملها وخايف افشل فيها لازم الاول افكر ازاي احول الحاجة دي لعادة. انا عايز اصور، فبالتالي لما اجي اصور عقلي بيقول لي لا الموضوع صعب، الموضوع مستحيل، فلازم في الوقت ده ابدا افكر احول الموضوع ده لعادة. هو ده اللي انت لازم تعمله، تحول الموضوع لعادة صغيرة. انت عايز تصنع محتوى يبقى لازم في الوقت ده تقول لنفسك انا هدخل اكتب صفحة كده من السكريبت، وتبدأ تدخل تكتب كل حاجة في دماغك، تتخيل المشاهد وهو بيتفرج عليك. تاني يوم عايزك تبدأ تصور الحلقة دي بأي اسلوب براحتك خالص. تالت يوم ابدأ في المونتاج. مش عايزك تعمل الغلطة اللي كنت بعملها في حياتي، انك تبدأ تاخد كل حاجة مرة واحدة، انك تبدأ تصعب الامور على نفسك، انك تبدأ مرة واحدة كده تقول انا هصور وهعمل مونتاج وهكتب السكريبت ومش عارف ايه. ما تحاولش تعمل او تاخد صورة عن الموضوع بالشكل ده، ولكن بكل بساطة انا النهاردة هعمل كذا، انا بكرة هعمل كذا، انا بعده هعمل كذا. تحاول تبسط الامور لدماغك تلقائيا. وهقول لك اللي كان بيحصل معايا بجد، كنت دايما ببسط الموضوع بالشكل ده، ولكن فجأة يبقى عندي الحماس ان بكتب السكريبت، خلصته انا لازم اصور، خلصته عايز اعمل مونتاج، خلصته عايز ارفع الفيديو، عايز ابدا اعمل الصوره المصغره، وهكذا. انت طبيعي جدا لما تبسط الامور لعقلك، عقلك بيبدا يديك نسبه من الدوبامين. الدوبامين بقى يفضل يشحن في دماغك يشحن في دماغك يشحن في دماغك لحد ما تلاقي نفسك بتعمل كل حاجه. واول ما تلاقي نفسك عملت كل حاجه وانجزت بشكل او بنسبه 70% 80%، صدقني يا صديقي العزيز انت هتكون راضي عن نفسك جدا، هتكون فرحان جدا، هتحس انك واثق من نفسك قوي لانك انجزت. فبالتالي ما يهمكش رأي الناس ولا يهمك ده بيقول عنك ايه او مش بيقول عنك ايه. رقم 2 وهي متلازمة الكمال. عايزك تركز في الحتة دي عشان 90% من الناس بتقع فيها، وانا شخصيا كنت بقع فيها الاول بشكل كبير جدا. ودي معناها انك بتحط لنفسك او بتحط للناس او المجتمع اللي حواليك معايير معينة صعب جدا انها تتحقق، صعب جدا انها تتنفذ على ارض الواقع بالشكل اللي بتكون انت شايفه. طبيعي جدا لما بتيجي تضخم الامور او لما بتيجي تأفور الافكار وتكون عايز ان كل حاجة تتعمل احسن شيء وعلاقات تكون احسن حاجه ولبسك يكون احسن حاجه وتأفور الامور بالشكل ده، انت نفسيا طاقيا هتبدا تحس ان مفيش حاجه بتتحقق. ده هيخليك طول الوقت تبدا تحس ان صعب ده يتنفذ، انك صعب تقدر تعمل ده، انك صعب مثلا تقدر تصور الفيديو، صعب تقدر تعدل في الصوت، صعب تقدر تعمل صوره مصغره، صعب انك تقدر تكتب سكريبت، صعب تقدر تتكلم مع الناس، صعب تطلع على الستيج، صعب تتكلم، صعب صعب صعب. لكن ما قلتش لنفسك ان لو جات لي الفرصه ايه المشكله لما اعيش الفرصه، ايه المشكله لما اجي اعمل ده، وتبدا تخفف على نفسك الامور. ويا سلام بقى لو انت حاطط لشخص معين في حياتك معايير معينه هو ما يقدرش يحققها او هو صعب يحققها، اكيد هيفشل فيها، من الطبيعي جدا ان هيفشل فيها قدامك. وده هيخلي التعامل مع الشخص اللي موجود في حياتك سواء صديق او حبيب او ايا كان صعب جدا، وهتشوف ان الشخص ده بيتجاهل، الشخص ده ما بيحبكش، الشخص ده كذا كذا، لانك من البدايه حطيت للشخص ده معايير صعب تحقيقها. وحتى لو انت انجزت حاجات كتير جدا، انت بالتالي طالما بتدور على الكمال وطالما بتدور على ان كل حاجة لازم تطلع احسن شيء، ده مش غلط، ولكن ما ينفعش امارس الطاقة دي في كل شيء في حياتي. انت مع الاستمرارية في اي هدف انت ماشي عليه، انت عمال تطور من نفسك تطور من نفسك تطور من نفسك لحد ما هتوصل لمرحلة انك بتعيش في مرحلة الكمال وانت مش حاسس بيها. فبالتالي الامور هتكون سهلة خالص عليك. ولكن لو انت انجزت 70% 80% 100% مثلا من الاهداف اللي موجوده في حياتك وانت شخص بتعيش في دايره الكمال، فطاقيا كده انت هتبدا تشوف انك ما عملتش حاجه، ان كل حاجه انت عملتها عادي جدا. هتبدا تستقل من مجهودك، هتبدا تستقل من الوضع اللي انت وصلت له، هتبدا تستقل من المكانه اللي انت وصلت لها. ليه؟ لانك عايش او ساجن نفسك في دايره الكمال. على سبيل المثال انت عايز تضخم جسمك، فالتضخيم ده محتاج منك طول الوقت لعب وطول الوقت اكل وطول الوقت مجهود كبير جدا. انت نفسيا كده بتبدا تقول
تقول لنفسك خلال 3 شهور بالظبط لازم اوصل للفورمه دي، ان يبقى عندي عضلات وابقى جسمي ضخم بشكل كبير جدا واوصل لفورمه هو من الاساس صعب انك توصل لها في 6 شهور او 7 شهور او 8 شهور. لما بتيجي تشوف الامور بالصوره دي ان في خلال 3 شهور انا لازم اوصل للفورمه دي، فانت كده حطيت لنفسك معيار صعب جدا او ممكن جدا ما يتحققش. فنفسيا على سبيل المثال انت حققت مثلا نص الهدف ده، يعني مثلا ضخمت جسمك ولكن مش بالصوره اللي انت عايزها، فانت اول حاجه هتشوفها انك ما حققتش حاجه، هتشوف انك ما وصلتش للهدف اللي انت عايزه. ولكن لو جيت تفكر معايا هتلاقي انك وصلت في 3 شهور لعاده انت اكتسبتها بانك بتلعب رياضه وضخمت جسمك واخد بالك من نفسك واخد بالك من ستايلك بشكل كبير جدا. ولكن انت عمرك ما هتشوف ده لانك ساجن نفسك في دايره الكمال، فبالتالي الاحساس ده نفسه هيخليك تحس انك مش كفايه، ولما تحس انك مش كفايه تبدا تحس انك مش واثق من نفسك، وده بقى يا صديقي الجميل كفيل انه يدمرك. صديقي الجميل تعال اقول لك ليه بيحصل معاك كده. رقم 1 جذور الطفولة. انت طول عمرك وانت صغير كنت مدلل، او طول عمرك وانت صغير كان ليك تقدير عالي جدا في البيئة اللي انت اتربيت فيها، فبالتالي انت بيكون مربوط معاك القيمة او التقدير ده من وانت صغير لحد ما تيجي تكبر، فبتعيش انت سجين للمرحلة اللي زي دي. رقم 2 الخوف من الفشل او الرفض. لما اجي اعمل حاجه معينه، مشروع او العب رياضه مثلا، في الوقت ده عقلنا يهيئ لينا اننا لو عملنا الحاجه دي مثلا باحسن شكل محدش هيقدر ينتقدنا، ولا حد هيقدر يقول علينا فاشلين، ولا حد هيقدر يقول علينا اننا ما بنعرفش نعمل الحاجه دي. فتلاقي نفسك مع الوقت بتخاف تعمل الحاجه دي، لا تطلع مش كويسه، لا الناس مثلا تتريق عليك، لا الناس تضحك عليك، وده يخليك طول الوقت يا صديقي الجميل تخاف وتترعب وما تطلعش بره الدايره دي خالص. فبتلاقي نفسك عايش في قرارين، يا اما الحاجه اللي انا بعملها تطلع على اكمل وجه، يا اما ما اعملهاش خالص، وده بيتعبك جدا لانك ببساطه بتتحول لمدمن لفكره الكمال. رقم 3 صوت داخلي. دايما لما بنيجي نعمل حاجة نلاقي صوت داخلي رخم جدا بيتكلم جوانا، دايما ممكن احسن من كده، وده اكتر شيء ممكن يدمرك نفسيا. فتبدأ انت تدخل في مرحلة نفسية اسمها التسويف. اي شخص في الدنيا بيحاول ان يسعى لشيء اسمه الكمال عمره ما بيبدأ، بيفضل يأنتخ وبيفضل قاعد مش عايز يعمل اي حاجة، كل اصدقائه اللي حواليه هيسبقوه وهو لسه بيقول انا عايز اعمل ده بشكل اجمل بشكل احلى. يا سيدي ابدأ الاول، ابدأ على قد امكانياتك، ابدأ باللي انت عارفه او اللي انت حافظه. زي مثلا واحد عايز يصنع محتوى يقول لك ايه، استنى حوش اجيب كاميرا الاول، اجيب اضاءة الاول، اجيب مايك الاول. 95% من الناس اللي بدأت على السوشيال ميديا بدأت بتليفونها، والاضاءة دايما اللي بيستخدموها يا اما تكون اضاءة طبيعية من الشمس اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، يا اما تلاقيهم بادئين بلوند عادية، لوند ما فيهاش اي حاجة. انت مع الممارسة هتلاقي نفسك بتجيب، وهتلاقي نفسك بتطور، وهتلاقي نفسك بتعمل وبتعمل وبتعمل لحد ما توصل لمرحلة تلاقي عندك الإضاءة وعندك المايكات وعندك الإمكانيات وعندك حاجات كتير جدا، وتقف عند نقطة معينة وتقول فيها الحمد لله أنا ما كنتش أحلم إن يبقى عندي كل ده. وخدها نصيحة من أخوك، طول ما أنت واقف مكانك ومستني إن الظروف المثالية تيجي علشان خاطر تبدأ، فأنت هتفضل واقف مكانك، عمرك ما هتعمل أي حاجة. أنا مش بحبطك، بس أنا عايزك تنجز وتجري وتحاول تسعى وتحاول تغير من نفسك قبل ما الظروف تيجي عليك وتحاول ان هي اللي تجبرك غصب عنك تعمل حاجة انت مش عايزها. صدقني لو ما عملتش ده هتموت وهينداس عليك، ومحدش في الدنيا دي هيرحمك الا ما رحم رب، ودول قليلين قوي. لو انت من الناس اللي بتدور على الكمال وجواها صوت داخلي تعبها بشكل كبير جدا بيخليك طول الوقت تسوف، وبيخليك طول الوقت تخاف، وبيخليك طول الوقت تاخد افكار سلبية او تفكر في الاسوأ، مجرد ما تقول انا عايز اروح الجيم، مجرد ما تقول انا عايز احقق كذا، مجرد ما تقول عايز اغير من نفسي، مجرد ما تخرج عقلك او عايز تخرج نفسك من منطقة الراحة لمنطقة الجهد والشغل والتعب والحاجات دي كلها. هقول لك على اهم 3 حاجات لازم تخلي بالك منهم علشان تقدر تنجز. رقم 1 لازم تقول لنفسك دايما مش لازم اي حاجة انا بعملها تبقى مثالية، كفاية عندي اني ببدأ، كفاية عندي اني بشتغل، كفاية عندي اني بغير، كفاية عندي اني بسعى، كفاية عندي اني مش بسوي. ادعم نفسك بالكلام
الكلام اللي بقولك عليه ده صدقنا هيغير من حياتك كتير جدا. لو انت خلصت 70% من الاهداف اللي انت مخطط ليها، لازم تقول لنفسك مفيش مشكلة، اللي انا عملته ده لوحده مش كفاية، بس مع الوقت التحسين والجودة والشطارة هتيجي بعدين مع الاستمرارية، مع التنفيذ باستمرار. رقم 3، اهم خطوة في حياتك هو انك تبدأ. مجرد ما تلاقي نفسك بتبدأ وتشتغل على نفسك وما بتسوفش، هتلاقي نفسك بتتعلم. طول ما انت ماشي على الطريق ده وعمال تسعى وتجتهد وتسعى وتجتهد، كل خطوة انت هتتعلم، كل خطوة هتشوف فيها اكتر، كل خطوة هتعلمك اكتر من الخطوة اللي قبلها. رقم 4، ودي اهم من ال3 نقط اللي قلت لك عليهم الاول، عامل نفسك زي ما بتعامل صديقك، عامل نفسك زي ما بتعامل الناس اللي حواليك، عامل نفسك واحترمها زي ما بتحترم اي حد موجود في حياتك. القريب بالرحمة مش بالنقد القاسي ولا جلد الذات. ما تفضلش تجلد نفسك مجرد ما تغلط، ما تفضلش تجلد نفسك مجرد ما تعمل حاجة غلط، ما تفضلش تجلد نفسك مجرد ما تفشل في حاجة. ناس كتير جدا حواليك مجرد ما بتفشل انت اول كلمة بتقولها لهم لعله خير، معلش لو كانت من نصيبك كان ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، كان ربنا سبحانه وتعالى رزقك، كان ربنا سبحانه وتعالى جعلك تكمل مع الشخص ده. فزي ما انت رحيم على الناس اللي موجودة في حياتك، خليك دايما رحيم على نفسك. عمر ما في مخلوق خلقه ربنا هيكون رحيم عليك اكتر منك، فدايما خليك انت رحيم على نفسك قبل ما تكون رحيم على اي حد موجود في حياتك. عامل نفسك زي ما بتعامل الناس بالحسن حواليك، واوعى تجلد نفسك مهما حصل. غلطت، المشكلة بتعلم وبكمل وبقوم وبشتغل وبتعلم اكتر وبطور من نفسي اكتر. هو ده الهدف الصح. لو انت بتدور على الكمال في اي حاجة في حياتك، حتى لو علاقاتك العاطفية، صدقني هتفشل وهتتعب وحياتك هتتدمر. يا رب تكون الرسالة وصلت. علشان تقدر تبدأ من الصفر وتنجح في حياتك بشكل كبير جدا، اوعى تدور على الماضي. شيل ايدك من الماضي، ابعد عن الماضي، ارمي الماضي ورا ظهرك، ادفن الماضي تحت رجليك. بلاش طول الوقت تفضل تحضر مشاهد في دماغك علشان خاطر فشلت في كذا، علشان خاطر في الماضي حصل كذا، علشان خاطر في الماضي كنت فاتح مشروع ده وما نجحش معايا. عقلك نفسيا لما يلاقيك بتخاف من الفشل ويلاقيك بتخاف من مواقف معينة في حياتك، هتلاقيه تلقائيا واوتوماتيكيا كده بيبدأ يعيد ليك نفس المشاهد على هيئة حاجات مختلفة او على هيئة مشاهد مختلفة. المهم انك هتلاقي عقلك بيوصل ليك نفس الرسالة ولكن بمشاهد مختلفة، وتعيش طول حياتك بنفس الشكل وبنفس التقدير. وهو ده اللي بيكون سبب فشلك في حياتك، وهو ده اللي بيكون سبب انك تدخل علاقة وتخرج من علاقة وتدخل في علاقة وتخرج من علاقة، لحد ما تلاقي نفسك عمال تاخد على دماغك، حياتك بتتدمر اكتر. وعشان تخرج من المرحلة دي وتلحق نفسك، لازم تغير طريقة تفكيرك. زي مثلا انا نفسي افتح مشروع معين، بس في الماضي انا فتحت مشروع وفشلت فيه، ومجرد ما اقول لنفسي انا عايز افتح مشروع، على طول كده في دماغي ابدا افكر ما انا في الماضي فتحت مشروع ولكن انا فشلت فيه، ولكن انا ما نجحتش. التفكير السلبي اللي انت بتفكر بيه ده يعطلك عن انك تشوف الزوايا الايجابيه في المشروع، يعطلك عن انك تفكر بشكل ايجابي، يعطلك عن انك تنجح، يعطلك عن انك تاخد خطوه لقدام. والحل، وانا عن نفسي بستخدمه، هقول لك على حل انا عن نفسي بستخدمه. هتجيب ورقه وقلم وابدا اكتب كل المشاعر اللي كنت حاسس بيها في الماضي، كل حاجه حصلت معايا في الماضي مسببه ليا الم وبتهاجمني باستمرار، اكتبها في الورقه دي. اللي انت بتعمله ده اسمه عمليه تفريغ، بتفرغ كل الكبت اللي موجود جواك. وبعد ما تبدا تعمل العمليه البسيطه دي وتبدا تفرغ الشحنه اللي موجوده جواك، هتبدا تستخدم اسلوب الدعم النفسي. انا شخص ناجح، ايه يعني لو فشلت؟ انا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا. انا حد قوي جدا، انا حد مش بيستسلم بسهوله. بعد ما تبدا تعمل التمرين ده لفتره، هتلاقي عقلك بيبدا يفرش ليك كده او بيبدا يديك كده على بساط من ذهب الافكار الايجابيه. وفكره المشاهد اللي بتكون موجوده في دماغك وبتهاجمك باستمرار بشكل سلبي، هتلاقيها بدات تخف عندك طول ما انت بتستمر على ده. على سبيل المثال، انا لو عايز افتح مشروع وفجاه لقيت الافكار والحاجات اللي كانت موجوده معايا في الماضي اللي فشلت فيها بتهاجمني، ابدا على طول دايركت اكتبها في ورقه وابدا افضي كل اللي موجود جوايا، او استخدم الموبايل وابدا اسجل المشاعر اللي موجوده جوايا كلها، وباستمرار افضل اسجل. وبعد ما اخلص وافضي اللي جوايا، تلقائيا ابدا ادعم نفسي. انا شخص ناجح، ايه يعني لما افشل؟ بس انا بتعلم، انا هنجح وهوصل وهحقق. صدقني انا شخصيا وبقولها لك عن تجربه، كل ده نفع معايا ونفع مع ناس كتير جدا جدا جدا. دلوقتي
هقول لك الحل العملي اللي يساعدك انك تبدأ من الصفر. رقم 1 علشان تبدأ في اي حاجة من الصفر وتقدر تنجح فيها بشكل كبير جدا، لازم تتمتع ولازم يكون عندك مرونة كبيرة جدا من الوعي ان دماغك هيقدر يواجه التغيير اللي هيحصل ده. انك تكون عارف انك لما تيجي تلعب رياضة، انك لما تفتح مشروع، انك لما تعمل حاجة انت مش متعود عليها، تكون واعي وتكون فاهم وتكون شايف ان دماغك هيهاجمك، ان دماغك مش هيخليك تعمل ده، ان دماغك مش هيخليك تخرجه من مرحلة الامان لمرحلة الشغل والافكار والمجهود والكلام ده كله. لازم تسايسه واحدة واحدة. اعتبره عيل صغير وبتضحك عليه بشوكولاتة صغيرة وبتبدأ تعوده واحدة واحدة لحد ما يبدأ يدخل معاك في مرحلة المجهود. ودلوقتي عايزك تجيب ورقة وقلم وتبدأ تكتب اهم اكتر 3 حاجات بتعطلك عن انك تتغير. هل مثلا الخوف؟ هل مثلا الكسل؟ هل مثلا التغيير؟ هل مثلا التسويف؟ ابدأ اكتب كل حاجة جواك، اي حاجة بتعطلك عن هدفك او اي حاجة بتخوفك مجرد ما تيجي تتغير اكتبها. رقم 2 علشان تقدر تنجح في اي حاجة وتقدر توصل للنهاية المطلوبة او تقدر توصل للنجاح المطلوب، استخدم اسلوب الميني عادات. يعني بكل بساطة يا صديقي العزيز، بدل ما تقول لنفسك أنا هدخل أخلص الكتاب ده، لا، ابدأ قول لنفسك أنا هدخل أقرأ صفحة واحدة. ما تصعبش الأمور على نفسك. ما تبقاش أنت قاعد ما بتقرأش، ما تبقاش أنت قاعد مثلا ما بتلعبش رياضة وفجأة كده تطلع تقول لعقلك أنا هلعب رياضة النهاردة، أنا هقرأ كتاب النهاردة، أنا هحفظ إنجليزي النهاردة. ما تصعبش الأمور على نفسك علشان عقلك مش هيسيبك تعمل ده، وعقلك هيبدأ يدخلك في مرحلة الأعذار. تبقى أنت عايز تلعب رياضة يخليك تدخل تعمل سكرول على التليفون، تبقى انت مثلا عايز تقرا كتاب يخليك تقعد تنظف في البيت وتغسل مواعين وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتخرج وتروح وتيجي. فانت ما تصعبش الامور على نفسك. فمجرد ما تقول لنفسك انا داخل اقرا صفحه واحده بس، كده عقلك هيشوف ان الموضوع خفيف جدا عليه، فهيبدا ما يخلقلكش فكره الاعذار، او على الاقل ما هتكونش بنفس القوه اللي ممكن يهاجمك بيها لو انت بتقول انا عايز اقرا كتاب كامل النهارده. وكده كده اصلا انت عمرك ما هتقرا صفحه واحده، ولكن انت مجرد ما بتسهل بس الموضوع على عقلك وتبدأ تفتح مثلا صفحة واحدة وتحاول تقرأ فيها، هتدخل في التانية في التالتة في الرابعة لحد ما تقرأ على قد ما تقدر. بس المهم انك بتضحك على عقلك علشان بكل بساطة يسمح لك انك تعمل ده. ودي طريقة انت ممكن تستخدمها في المذاكرة هتجيب معاك نتيجة قوية جدا. انت ممكن تشوف ان الحل اللي بقولك عليه ده بسيط وتافه، ولكن الحل ده يا صديقي بيجيب معاك نتيجة رهيبة جدا. عادة صغيرة مع عادة صغيرة مع عادة صغيرة هتلاقي نفسك بعد كده عملت اهداف كتير جدا. بدل ما اقول انا هتمرن ساعة، هبدأ اقول انا هلبس هدوم الرياضة وانزل اتمشى شوية. اول ما تلبس هدوم الرياضة بس هتلاقي نفسك بتنزل وبتتمرن حتى لو 10 ساعات براحتك. احنا عقلنا كده سبحان الله، اي قرار بسيط، اي قرار صغير، اي قرار مثلا تافه عقلك بيتقبله، وعقلك ما بيقولكش اي حاجة خالص. ولكن لو اي قرار صعب، اي تغيير صعب، بيبدأ يخلق لك اعذار كتير جدا عشان ما تعملش الحاجة دي. مع الوقت لما تلاقي عقلك بدأ يحب مثلا العادات الكبيرة نفسيا كده يا صديقي، هتلاقي عقلك بيبدأ لما تيجي تعمل عادة كبيرة، يعني مثلا انت اتعودت انك تقرأ كتاب في اليوم، اتعودت انك تدخل تلعب رياضة كل يوم لمدة ساعة لمدة ساعتين، اتعودت انك تعمل حاجات كتير جدا في يومك. عقلك بيبدأ اول ما تخلص الحاجات دي يزود الدوبامين عندك، فتيجي تاني يوم حابب تعمل الحاجة دي، تالت يوم حابب تعمل الحاجة دي، فتلاقي نفسك طول حياتك العجلة بتدور وهكذا. اتعودت على المهام الكبيرة، عقلك ما بقاش متعود على الأنتخة، ما بقاش متعود على القعدة، ما بقاش متعود على منطقة الراحة، فتلاقي عقلك تلقائيا يقولك يلا نلعب رياضة، يلا نقرأ كتاب، وفي النهاية تلاقي نفسك مكسر الدنيا بنجاحاتك. الخطة التانية وهي بيئة النجاح. علشان تنجح يا صديقي وتوصل للي انت عايزه، وشايف ان البيئة بتاعتك مش سبورت ليك علشان تقدر توصل للي انت عايزه ده، فنفسيا كده وبذكاء ومن غير تفكير، اول حاجة انت لازم تعملها ايه؟ هو اني ابدا اغير المحيط بتاعي. ايوه زي ما سمعت كده، لازم تغير المحيط بتاعك. تخيل معايا انت عايز تلعب رياضه مثلا وحابب انك تظبط جسمك قوي، وبعد ما تظبط جسمك وتلعب رياضه انت هتكون حابب انك تشتغل في المجال ده وتدرب بقى الناس وتمرن وتعمل جلسات والكلام ده كله. بس المحيط بتاعك مش كده، محدش عنده نفس الافكار بتاعتك، محدش عنده نفس طموحك. يبقى ازاي؟ نفسيا كده انت هتحس انك بتمشي على سطر وتسيب سطر، وفي النهايه
النهاية هتلاقي نفسك بتقف وتستسلم. يا اما المحيط بتاعك يقولك تعالى حبيبي تعالى انت شبهي، يا اما انت اللي هتقول للمحيط بتاعك انا سايبك وماشي ومش حابب اعيش هنا تاني. ونفسيا انت بتخرج لمحيط تاني. في المحيط التاني ده هتلاقي كل اصدقائك بيشتغلوا في نفس المجال بتاعك. هتحس انك كل يوم بتتعلم منهم، كل يوم بتفهم دماغهم، كل يوم بتقرب منهم اكتر علشان تبدأ تتعلم اكتر واكتر واكتر. فده بيديك حافز كده انك عايز تتعلم اكتر، بتغير منهم، بتغير من افكارهم، بتغير من حاجات هم بيعملوها. وده مش عيب، مش عيب ان اغير منك وابقى عايز اعمل احسن منك واتعلم واعمل احسن منك من غير ما اضرك ومن غير ما احقد عليك. فلو انت عايز تبدأ عادة جديدة لازم تربطها بحاجة موجودة. عايزك لو كل يوم مثلا وانت بتشرب قهوة وعمال تعمل سكرول على التليفون، لا اشرب قهوة وانت بتقرأ كتاب. وحاول ثم حاول انك تبعد عن اي حاجة بتسرق وقتك، زي مثلا اصدقاء محبطين، روتين ممل مثلا، اي حاجة مش هتساعدك على النجاح ابعد عنها. رقم 4، انت عمرك ما هتقدر تنجح بدون خطة واضحة. هتحس كده انك عشوائي كل ما تبدأ تعمل اي حاجة وعمال تخبط شمال ويمين مش عارف تبدأ منين، وهتلاقي نفسك وصلت لمرحلة يا صديقي تايه فيها مش عارف انت بتعمل ايه. شوية تلاقي نفسك بتجتهد وحماسي وشوية تلاقي نفسك بتسوي. ولكن هقولك على جدول بسيط جدا هيساعدك بشكل كبير جدا انك تكسر كل ده وتقدر تنجز حتى لو خطوة صغيرة كل يوم. عايزك تبدأ تحدد عادة واحدة او 2 تبدأ بيهم، زي مثلا قراءة صفحة واحدة بس من كتاب معين، امشي 10 دقايق مثلا في اليوم. عايزك تبدأ تعمل جدول على ورق او على الموبايل. هتبدأ تكتب في الجدول ده عدد الايام من اول 1 لحد 30، قصاد كل يوم منهم خانة صغيرة، وكل يوم هتنجز فيه العادة دي انك تقرأ صفحة وانك تمشي مثلا 10 دقايق. هتبدأ تعمل قصاد اليوم ده علامة صح. بعد 7 ايام بس هتشوف انك انجزت سلسلة كبيرة جدا من النجاحات، وكل ده بدون ما تحس. شوية اهداف بسيطة صغيرة انت مستهتر بيها وانت شايفها هايفة جدا، ولكن بعد اسبوع واحد بس هتحس ان الموضوع فرق معاك جدا، وهتحس ان في حاجات كتير في يومك اتغيرت، وده هيساعدك تنجح اكتر واكتر. زي مثلا انت عايز تبدأ بعادة القراءة، هتبدأ تعمل جدول. الجدول ده مثلا على مدار الشهر او على مدار الاسبوع على حسب ما تحدد انت عايز تخلص الكتاب ده في قد ايه. عملت الجدول، كتبت الايام، كتبت قراءة صفحة، جنبها همشي 10 دقايق. بدأت بيوم السبت، عملت قصاده علامة صح تحت كلمة انا قرأت صفحة، علامة صح تحت كلمة انا مشيت 10 دقايق، واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده. وبعد اسبوع شوف انت وصلت لايه او شوف الاحساس اللي انت هتحس بيه. مجرد ما تشوف الجدول اللي قدامك مكتوب عليه علامة صح وكله مليان انجازات، انت هتبدأ تقول انا مش عايز اقطع العادة دي، انا عايز استمر على ده، هو ده اللي انا عايز احققه، انا راضي عن نفسي جدا وسعيد جدا جدا. وبالجدول ده انت كده كده هتشوف نفسك وانت عمال تتحرك خطوة بخطوة. والاسلوب ده مجرد وبيبني اي عادة كبيرة واحدة واحدة، وبيساعدك تكون راضي عن نفسك جدا. في النهاية السر الحقيقي لاي نجاح هو الاستمرار. اي حد نجح في حياته هو مش مختلف عنك، لا عنده ايد زيادة ولا عنده عقل زيادة ولا عنده رجل زيادة، ولكن هو كان مؤمن بنفسه، ولما فشل مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان واثق ان في يوم من الايام هينجح وهيوصل. فهسألك سؤال وعايزك تجاوبنا عليه في الكومنتات، ايه اول خطوة صغيرة انت ممكن تبدأ بيها بعد ما شفت الحلقة دي؟ ما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان توصل الحلقة دي لاكبر عدد من الناس. الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن قانون ال5 ثواني، وازاي القانون ده قادر انه يقضي على التسويف اللي موجود في حياتك بنسبة 90% او بنسبة 80%. ما تنساش بقى انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام عليكم.